تعالوا بقى نشوف بالمكونات اللي في قلب الصينية الجميلة ديت، الخضار الجميل ده. هنعمل النهاردة حاجة كلنا بنعشقها وبنحب نجيبها من بره، لكن النهاردة هنعملها في البيت بكل سهولة. معانا قطعة من الدهن حسب الكمية اللي انا هعمل بيها. انا هعمل نص كيلو، يبقى معايا ربع كيلو من الدهن. اول حاجة عملته اللي انا ضربت الدهن بتاعي دوت. تقدري تجيبي الكمية اللي انت عايزاها من عند الجزار. ضربته في قلب الكبة زي ما انتوا شايفين ونعمته. تقدري تبشريه بالمبشرة، تقدري تقطعيه بايديكي اللي انت بتحبيه. ومعايا كده برضو 4 بصلات حلوين كده كبار، دي الكمية دي على نص كيلو لحمة مفرومة. ومعايا حبيتين طماطم، ومعايا كمان 4 قرون من الفلفل، احمر واصفر واخضر، والمتاح عندك تقدري اللي انت تعمليه. كده ضربنا كل الحاجات الجميلة اللي كانت معانا في الصينية دي، ضربناها في الكبة. تقدري تعمليها بالمبشرة، تقدري تقطعيها على ايديكي برضو زي ما انت عايزة. انا شلت منها يعني شوية كده صغيرين، هقول لكم هعمل بيهم ايه. تقدري بقى اللي انت تعمليه في البيت بكل سهولة ونظافة، ومتأكدة انت بتأكلي ولادك ايه، بتاكلوا حاجات مفيدة طبعا 100%. معايا اللحمة بتاعتي اهي، برضو اللحمة بجيب عليها برضو لو يعني تبقى ملبسة شوية بتبقى احسن، لان الحواوشي ما بيحبش الا اللحمة الملبسة او اللحمة السمينة، بتبقى حلوة جدا. يعني انت لو عندك قطع لحمة من العيد وعندك قطع سمين من العيد، تقدري اللي انت تستغليه في الحواوشي، تستغلي اللحمة السمينة دي في الحواوشي. طبعا احلى واطعم كتير من اللي انت بتجيبيه من بره، وانت عارفه انت حاطه ايه فيه. هبتدي بقى اقلب كده، وحطيت ايه، حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وحطيت 7 بهارات. ما تحطيش اكتر من كده. عايزه تستغني عن ال7 بهارات تقدري اللي انت تحطي توابل حواوشي بتبقى جاهزه برضو عند العطار، لكن انا بحب ال7 بهارات بتغنيني عن اي حاجه. طب انت شوية البصل اللي شلتيهم دول حطيتي عليهم شوية التوابل نفس اللي حطيتها على اللحمة المفرومة. جبت كمان معايا نص كيلو من السجق البلدي. تقدري تجيبي ربع كيلو، تقدري تجيبي كيلو، تقدري تجيبي نص، حسب امكانياتك وحسب عدد افراد اسرتك. احنا بسم الله ما شاء الله اسرة كبيرة، فاضطريت ان انا ازود الكمية بتاعتي بكمية الخضار اللي انتوا شفتوها الكتيرة دي في قلب الصينية. وشيء عندي بيحب السجق حواوشي، من عينيا حاضر. احنا يا ماما بنشتريه من بره كده، لا ده انا هعمله لكم في البيت، ومش هخليكم تشتروا اي حاجه من بره تاني. كل حاجه تقدري اللي انت تعمليها في البيت وتوفري، وكمان نظافه، وحاجة انت عاملاها في بايديكي متأكدة منها 1000000%. لحد دلوقتي احنا ما قلناش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. كومنت حلو منك تشجعيني، لايك جميل عشان الفيديو هيعجبك جدا جدا، وكمان ان شاء الله تطلعي مستفيدة منه. ويا ريت يا جماعة التشجيع لو سمحتوا. انا كانت عندي يعني حالة كده نفسية الفترة اللي فاتت، فغبت عنكم فاعذروني. فيا ريت بقى بالتشجيع هتشجعوني بكومنتاتكم اللي انا انزل لكم فيديوهات ان شاء الله باستمرار. لو انا حسيت ان انتوا بتستفيدوا مني هضطر ان انا انزل، ده حبا فيكم، وكمان حبا في الشيء اللي انا بعمله بيطلع حلو من ايديا، وهيطلع حلو احلى كمان من ايديكم. انا بوريكم طريقة للتقطيع الحواوشي. تقدري تقطعي كده وتقدري تقطعي كده، الطريقة اللي تعجبك. لكن اسهل طريقة اللي انت تفتحي الرغيف زي ما هو وتحطي فيه. انا هوريكم برضو دلوقتي اللي انا عملت كده. بفتح الرغيف عادي خالص زي ما هو، وهبتدي اللي انا احط فيه الحشوات بتاعتي. حشوتي ايه النهارده اهو، بصوا فاتحاه زي ما هو زي الفل. وانا اقطع عليه واهدر العيش ليه؟ انا حبيت كده اعمل زي بتاع بره اللي هو بيعمله، لكن مفيش احسن من الرغيف زي ما هو. وبالذات عيش الحواوشي، يا ريت بقى اللي انت تطلبي من بتاع الفرنه وتقولي له انا عايزه عيش حواوشي. يعني ايه عيش حواوشي؟ بيطلعه لك تخين شويه، بالنسبه في السوا بتاعه بيبقى 3/4 سوا. ده بيدي معاكي طعم وبيدي معاكي شكل احلى كمان في التسويه.
شايفين بسم الله ما شاء الله ابتديت اللي انا احشي. طبعا ايديا زي الفل، مش محتاجه ان انا البس جوانتي. حتى لو تلاحظوا على ايديا كمان فيها ميه من على الوش فوق. ايدينا طول النهار في المطبخ مواعين وده وده وده، فايدينا مفيش انضف منها. بعد ما حشيت الحواوشي السجق بتاعي، هبتدي احشي الحواوشي اللحمه بتاعتي. ضامنه حاجتي، ضامنه باكل ولادي ايه. طبعا على قد امكانياتك زي ما قلتلك، تقدري اللي انتي تعملي اللي انتي عايزاه. لو ربع كيلو حطي عليه نص كيلو بصل، زودي الكمية معاكي، اسمك بتاكلي لحمة بلدي وبتأكلي ولادك لحمة بلدي. نفس الشكل السجق، لو هجيب ربع كيلو هقطع عليه نص كيلو بصل، هقطع عليه حبيتين طماطم وفلفل وتوابل بسيطة جدا. عملت احلى غدوة واحلى اكلة ولادي بيحبوا يجيبوها من بره. وفرت كتير طبعا وانضف بكتير طبعا. ويا ريت زي ما قلت لكم تكتبوا لي كومنتات حلوه تشجيعا ليا. بعد ما حشيت، جبت الفرن بتاعي، جبت السيجان بتاعتي. طبعا السيجان دي انا مخصصاها للحواوشي وللكفته. جبت الحاجه بعد ما سويتها بالشكل ده في قلب الفرن. تقدري ان انت تسويه على عين البوتاجاز من فوق، لكن انا عشان خاطر الدخان والغلبه بحب ادخل الفرن بيطلع معايا سوا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله زي الفل. ازاي ده معايا اهوت اللحمه المفرومه. هطلع لكم برضو السجق وهوريه لكم اهو، ده المفروم. شايفين بسم الله ما شاء الله العيش عامل ازاي؟ اللهم صل على حضرة النبي. حاجة كده عسل، بسم الله ما شاء الله. السجق طعمه وهم 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 وهم. تقدري تجيبي جبنة وتحطيها جبنة موتزاريلا زي بتاع بره. تقدري تعملي كل حاجة في بيتك حبيبة قلبي. يا رب تكوني استفدتي مني، وانتظروني في فيديو جديد، ومع السلامة.